ورحم الله أنس الشريف الذي أرسل لبعض أصدقائه ورفاق دربه الوصية التي قال فيها: انشروها إن نجح الاحتلال في قتلي. هذه وصيتي ورسالتي الأخيرة. إن وصلتكم كلماتي هذه فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهد وقوة لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقة وحارات مخيم جباليا للاجئين، وكان أملي أن يمد الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة المجدل، لكن مشيئة الله كانت أسبق وحكمه نافذ. عشت الألم بكل تفاصيله وذقت الوجع والفقد مرارا، ورغم ذلك لم أتوانى يوما عن نقل الحقيقة كما هي بلا تزوير أو تحريف. عسى أن يكون الله شاهدا على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا ومن حاصروا أنفاسنا ولم تحرك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكنا، ولم يوقفوا المذبحة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف. أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين ونبض قلب كل حر في هذا العالم. أوصيكم بأهلها وأطفالها المظلومين الصغار الذين لم يمهلهم العمر ليحلموا ويعيشوا في أمان وسلام، فقد سحقت أجسادهم الطاهرة بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية، فتمزقت وتبعثرت أشلاءهم على الجدران. أوصيكم ألا تسكتكم القيود ولا تقعدكم الحدود، وكونوا جسورا نحو تحرير البلاد والعباد حتى تشرق شمس الكرامة والحرية على بلادنا السليبة. أوصيكم بأهلي خيرا، أوصيكم بقرة عيني ابنة الحبيبة شام التي لم تسعفني الأيام لأراها تكبر كما كنت أحلم. أوصيكم بابن الغالي صلاح الذي تمنيت أن أكون له عونا ورفيق درب حتى يشتد عوده فيحمل عني الهم ويكمل الرسالة. أوصيكم بوالدتي الحبيبة والدة أنس الشريف التي ببركة دعائها وصلت لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني ونورها طريقي. أدعو الله أن يربط على قلبها ويجزيها عني خير الجزاء. أوصيكم كذلك برفيقة العمر زوجة الحبيبة أم صلاح بيان التي فرقتنا الحرب لأيام وشهور طويلة، لكنها بقيت على العهد ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني، صابرة محتسبة، حملت الأمان في غيابي بكل قوة وإيمان. أوصيكم أن تلتفتوا حولهم وأن تكونوا لهم سندا بعد الله عز وجل. إن مت فإني أموت ثابتا على المبدأ، وأشهد الله أني راض بقضائه مؤمن بلقائه متيقن أن ما عند الله خير وأبقى. اللهم تقبلني في الشهداء واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، واجعل دمي نورا يضيء درب الحرية لشعبي وأهلي. سامحوني إن قصرت وادعوا لي بالرحمة فإني مضيت على العهد ولم أغير ولم أبدل. لا تنسوا غزة ولا تنسوني من صالح دعائكم بالمغفرة والقبول. أنس جمال الشريف كتبها في 6 أبريل عام 2025.